متى يجب عليك أن تتعامى؟ تزوج رجل من امرأة جميلة جدا جدا وأحبها جدا، ثم أصيبت الزوجة بمرض جلدي خطير إذ أن جلدها يتساقط، وهنا شعرت الزوجة الجميلة بأنها فقدت جمالها، لكن زوجها كان مسافرا، وفي طريقه للعودة أصيب بحادث أدى لفقد بصره وأصبح أعمى، وأكمل الزوجان حياتهما الزوجية يوما وراء يوم. الزوجة تفقد جمالها وتتشوه أكثر وأكثر، والزوج أعمى لا يعلم بالتشوه شيء، وأكملوا حياتهم بنفس درجة الحب والوئام. الرجل يحبها بجنون ويعاملها باحترامه السابق، وزوجته كذلك، إلى أن جاء يوم توفت فيه زوجته، وحزن الزوج حزنا شديدا لفراق حبيبته. وبعد الدفن قام الزوج وخرج من المكان وحده، فناداه رجل: يا أبو فلان، كيف ستمشي وحدك وهي كانت من تقودك طيلة الفترة السابقة؟ فقال الزوج: أنا لست بأعمى، إنما تظاهرت بالعمى حتى لا أجرح مشاعر زوجتي عندما علمت بإصابتها بالمرض. لقد كانت نعم الزوجة، وخشيت أن أكون سببا بنكستها، فتظاهرت بالعمى طوال الفترة السابقة، وتعاملت معها بنفس حبي لها قبل مرضها. أحيانا كلنا جميعا محتاجون للتظاهر بالعمى من أجل هدف أسمى.